السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كالعادة احنا بنصور بعد الفجر، ولو في أي دوشة بسيطة أو حاجة يعني عدوها. طيب بصوا يا جماعة، أنا هقول لكم على الخلاصة. في أوقات معينة كده يعني الإنسان فيها بيبقى نفسه مش متربية. قصدك إيه يا عم؟ يعني أنا مش متربي؟ لا لا، ما أقصدش كده. ما أقصدش إن أنت مش متربي اللي هو قليل الأدب، لا. أنا أقصد إن النفس ما بتكونش متربية على إن هي تواجه الضغوط والأوقات الصعبة والأوقات اللي فيها ستريس وكده. وسبحان الله يعني ده الامر اللي انا جاي احكي لكم عليه النهارده، موقف لسه حصل معايا. وعشان كده مثلا انا اخترت ان الفيديو ده مش هعمل له مونتاج، انا هنزله زي ما هو بحيث ان التجربه تبقى مباشره معاكم، لان فعلا انا ده مش هينفع يتاخر، في ناس كتير محتاجه حاجه شبه كده. الموقف كالتالي: انا خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها ديت، انا مثلا مطلوب مني تاسكات معينه. أنا دلوقتي مثلا في فتره كده انترفال بندرس حاجه معينه، ماده اسمها طب الاسره، وبعد كده هنخش بعد كده في مرحله الفاينل وكده. فانت مطلوب منك مجموعه من التاسكات او مجموعه من الحاجات هعملها خلال الشهر ده قبل ما ابدا الفاينل بقى والمعمعه والحاجات اللي ورايا كلها على بدايه شهر 6. احنا بنبدا في 6 وبنخلص في 8، فالله المستعان يعني. فالفكره بقى ان انا كان ورايا حاجات كتير جدا، تاسكات المفروض انا كنت ماجلها عشان كان عندي امتحان قبل كده. في الفترة الحالية بقى اللي هو كل اجي تلاقي نفسي خلال كل يوم ده بداية من شهر 5 اللي هو باجل النهارده لا بكره. طب يا عمي لو هعملها النهارده لا هعملها بكره. طيب انا كده قعدت مع نفسي وفكرت في 3 حاجات. اول حاجه: هل التاسكات دي انت اول مره تعملها؟ الاجابه لا. انا عملتها كتير كده قبل كده، يعني عملتها كتير، يعني مش اول مره ان انا اتعرض لحاجه شبه كده، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه: هل انت معكش الوقت او انت الوقت بتاعك قليل جدا جدا جدا؟ لا، انت في وقت حتى ولو قليل وهتضغط نفسك، بس ستيل في وقت انت ممكن تعمل حاجه. تمام. تاني حاجه. تالت حاجه: هل انت التاسكات والحاجات دي مهمه وانت محتاجها فعلا؟ يعني ما هياش حاجه ثانويه مثلا فتقدر انك تستغنى عنها، لا بالعكس، ده هي حاجه اساسيه والمفروض انك تعملها وفي اسرع وقت كمان. طيب جيت فكرت في رابع حاجه، لقيت نفسي بقول لنفسي طيب انت ليه ما بتعملهاش؟ يعني انت ليه ما بتعملهاش؟ فكرت كده في السؤال، لقيت ان هو مفيش سبب. مفيش سبب. وقت معايا مثلا، واكسبيرينس وسكيل محتاجه عشان اخلص الحاجات اللي ورايا معايا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. مسؤوليه وان انا المفروض اخلص الحاجات دي والمفروض ان هي تخلص بسرعه برضو معايا. فايه السبب؟ لقيت فعلا ان في حاجات كتير انا بتعرض ليها في حياتي اللي هو لا انا ما بعملهاش بلا سبب. عارف انت اللي هو بلا سبب. يا ابني طب انت خايف من ايه؟ ما انت المفروض انك متدرب على حاجه. لا انا ما مش عارف اعملها. فانا فكرت فيها من نقطه اللي هو ايه، انت كده بتهرب من المسؤوليه. ما هو انت هروبك من المسؤوليه في الوقت مثلا اللي انت مرتاح فيه ولو راحه مؤقته، هتيجي في الوقت فعلا اللي فيه الضغط اللي هو هيكون بالنسبه لي فتره الامتحانات، او الوقت فعلا اللي المفروض الديدلاين بتاع مثلا الحاجه دي يجي، تلاقي نفسك بتضغط نفسك ومش قادر اعمل وانا فاشل وانا مش عارف ايه. كل الكلام ده يبدا يظهر. طب ما ليه من الاول؟ انت ليه يعني ليه ما بتعملهاش من الاول؟ فلقيت ان هو ما فيش سبب غير ان يعني النفس الكسوله، فاهم؟ اللي هو النفس الكسوله، انت مش عاوز انك تعمل حاجه كده خلاص. فبصراحه انا يعني بيني وبينكم كده قلت ايه؟ قلت لا، ما عادش ينفع دلع. في اوقات كده، وهي دي بقى النقطه اللي عاوز اتكلم فيها، ان في اوقات ما عادش ينفع دلع. في اوقات ما عادش ينفع انك تقعد تحلل لنفسك وتقعد تفسر انا المفروض اعمل كذا والمفروض كنت اعمل كذا وي وي وي. حتى ان فكره انك الندم المتزايد او الندم الزياده ما ينفعش. الحل الوحيد في اوقات معينه، يعني مثلا ممكن اقول لك ان مثلا في مشاكل معينه انت لازم تندم ولازم تقعد تخطط ولازم تقعد تعمل، تمام، ولازم تقعد تشوف افضل طريقه تأدي بيها المهمه اللي وراك. لكن في اوقات معينه كده بقى لا خلاص، ان كل ده في جنب كده، انت كده بتستعبط. انت كده مش عاوز تعمل، ما عادش ينفع يعني دلع خالص. لازم تورط نفسك يعني، او ايه، لازم ترمي نفسك في البحر. يعني ايه لازم ترمي نفسك في البحر؟ يعني لازم انك تاخد نفسك دي والحاجه اللي انت عاوز تعملها، تحط الاثنين على بعض كده في مكان واحد وتسيبهم. عارف انت كانك جبت الاسد والشخص حطيتهم في قفص وقفلت الباب. نفس المنطلق. يعني لازم تضغط نفسك، حط نفسك في الموقف. فاللي حصل ان انا جبت التاسكات دي، انا عليا كذا 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 مطلوبين مني خلال يومين. انا حطيت الديدلاين بتاعي خلال يومين، وكلمت الشخص اللي هو المسؤول عن الديدلاين اللي هو سوبرفايزر عندي، وقلت له انت كلمني خلال يومين التاسكات بتاعتك. قال لي يا ابني ما هو لسه في مش عارف وقت قلت له ماليش فيه. انت لو ما استلمتهاش خلال يومين يبقى انا اتاخرت عليك ومش هستلمها. فقال لي تمام اللي انت شايفه. فرحت بقى يعني اشتغلت على نفسي اكتر وحطيت نفسي في الموقف كده اللي هو من الصبح اللي هو لازم الحاجات دي تخلص. ما ينفعش انها تتاجل نص ساعه، ما ينفعش. فبدات ان انا اعمل فوكس كده في اليوم على خلال على الحاجات ديت.
بقى اليوم بتاعي اللي هو حرفيا يبدا من بعد الفجر يخلص على 11 بالليل، بس انا بحقق اللي انا عاوزه. انا بربي نفسي زي ما بيقولوا، انا بربي نفسي. انا ما ينفعش ان انا في اوقات معينه في انت مش مضغوط قوي وانت بتحاول تسيستم الدنيا عشان خاطر ما تجيش في فتره ضغط وتبقى الدنيا شد عليك جامد. بس لا، يعني انت كده يعني عارف اللي هو ايه، انت كده بتستعبط، لا لازم تشد. وفعلا لما الواحد ورط نفسه، اصل هو انا برضه في نقطه مهمه، اللي هو انا مش داخل التوريطه دي وانا مثلا ما عنديش السكيل مثلا ان انا اتعامل مع الحاجه دي، او مثلا ما عنديش الوقت، او انا متاكد مليون في الميه ان الحاجه دي مش هتنجز. لا، انت لازم يبقى عندك خطه معينه للحاجه دي، ولازم يبقى عندك انك القابليه انك تنفذها، وانك متدرب عليها، او انك عديت بحاجه شبهها قبل كده. وهي دي النقطه على فكره. يعني مثلا حتى شباب مثلا اللي في ثانويه عامه يجي في الفتره الحاليه ديت ويقول انا مش عارف اعمل حاجه، انا مش عارف احل، مش عارف هو انت ما كنتش بتحل قبل كده؟ حليت. طيب انا مش عارف، انا الوقت ومش الوقت، يعني هي دي اول مره انك تعرض في ضغطه، عارف ان الضغطه بتاعه الامور يعني النفسيه، وانت عاوز تحقق ايه، تحقق مجموع كويس وعاوز تجيب مجموع عشان تبسط اهلك وكل الامور دي، عارف ان ده بيسبب نوع من انواع الضغط علينا، يعني ده حاجه اكيده. لكن لازم تاخد الامور باريحيه، ويعني زي ما بيقولوا استرجل. يعني هو الامر يعني في اوقات كده ما ينفعش فيها غير انك تسترجل. اصل انت لو ما استرجلتش هيبقى في مشكله، هيبقى في مشكله كبيره. تمام، لان لما هتيجي تتحط بقى في موقف فعلا فعلا، يعني انت مطلوب منك حاجه بوقت معين، وفي يعني زي ما يقول لك مساله حياه وموت، يعني مساله نجاح او فشل حرفيا، مش هتعرف تعمل حاجه. يعني انت اصلا ما عودتش نفسك من الاساس انك تعمل حاجه، ما عودتش نفسك ان هي تتورط في حاجه، انت لازم تخلصي ده في وقت قد كده، ما ينفعش ان هو تزيد ربع ساعه عن الوقت ده. فالحمد لله لما حطيت الموقف ده، وفعلا تاسكات كانت تاسكات كبيره. هم كانوا ثلاثه، وثلاثه بس يعني ايه، كانوا حجم عائلي يعني. فالحمد لله خلال اليومين دول قدرت ان انا اخلصهم، وكان في تاسك رابعه برضو كان مطلوبه مني فخلصتها. فهي دي الفكره يا شباب، الفكره انك لازم في اوقات معينه، الاوقات اللي انت مرتاح فيها تربي نفسك على الحاجات الصعبه. لان انت لما هتربي نفسك على الحاجات الصعبه في الاوقات دي، تيجي بعد كده وترتاح، تيجي بعد كده يكون عندك القابليه والاكسبيرينس. وخد بالك من حاجه برضو، الخبره بس مش خبره في مثلا في حاجه معينه انت بتعملها، او في مهاره مثلا، او في شيء معين انت بتدرسه، او مثلا بتشتغله، او اي حاجه. في خبره كمان، خبره نفسيه في التعامل مع الامور المضغوطه. النقطه دي مهمه، وعلى فكره النقطه دي ما بتجيش بكورسات، وما بتجيش باي حاجه، وما بتجيش بكلام. النقطه دي بتيجي لا فعلا من اللي انا بقوله ده، من اللي هو انت بتورط نفسك في حاجه معينه عشان خاطر تقدر انك ايه تربي نفسك، اللي هو بقى اما تيجي بقى في الوقت الصعب والوقت اللي انت مضغوط فيه تقول يعني اول مره، طب ما عدت قبل كده وانا كنت وقدرت ان أنا اضغط نفسي وعديتها، فمعلش مش تيجي على المره دي كمان، وتفضل مش تيجي على المره دي، مش تيجي على المره دي، لحد ما تلاقي نفسك فعلا غنيه بالقدره على التاقلم مع الضغط، مع الاسترس، وتقدر انك تحقق كل اللي انت عاوزه في الوقت المطلوب منك، ومرتاح كمان يعني، ومرتاح كمان. فهو بس يعني الفيديو ده انا حبيت حتى ان هو يعني يكون المونتاج بتاعه قليل. انا يعني خرجت كده بنفسي اللي هو انا عاوز اقول لكم الكلمتين دول، لان بجد انا بشوف ان خلال الفتره الحاليه كتير مننا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بيعانوا من النقطه دي. يعني كتير مننا بيعانوا من النقطه دي، سواء كان الشباب اللي بيحضروا الامتحان الثانويه العامه، الله يعينهم يا رب ويوفقهم، لان الفتره دي انا عارف الفتره دي فتره ضغط قد ايه. وقولوا لي لو انتم مثلا عاوزين فيديو احنا نتكلم عن الامر ده لوحده، فمفيش اي مشكله. وخلال مثلا الشباب اللي برضه عندهم فاينل في الكليات بتاعتهم، خلال الشباب برضه اللي بيشتغلوا، فعموما انت لازم تكون يعني ايه مدرب نفسك ان انت في فترات تيجي معاك هتبقى فترات شديده جدا، وعشان تدرب نفسك لما تيجي الفترات الصحيحه هتيجي انت في الفترات الهاديه، وورط نفسك في حاجه. ورط نفسك، مش قصد ورط نفسك في مصيبه لا، ورط نفسك في حاجه صح تعملها لمده معينه من الوقت، فتقدر انك تدرب نفسك ان لما يجي بقى حاجه محتاجه، اصلا هتيجي لما يجي حاجه محتاجه جهد وشغل منك، تكون قادر انك تحققها. وانا بجد عاوز انصح اي حد خلال الفتره الحاليه، سواء كان ثانويه عامه او فاينل او غيره، يبقى اهم حاجه يبقى هو محدد هدفه. وما اقصدش هنا ان هو يبقى محدد هدفه من على بعد، احنا ممكن نعمل ده فيديو لوحده يعني النقطه دي، وقولوا لي لو حابين برضو في التعليقات. لكن تبقى انت هادي، تبقى انت هادي، مفيش اي حاجه مستاهله، بجد والله مفيش اي حاجه مستاهله. دخلت طب، دخلت هندسه، دخلت هندسه، دخلت اعظم كليه في الكون، مفيش حاجه مستاهله. انت اهم حاجه تبقى انت محتسب النيه، وما تنساش فكره احتساب النيه، واحتسب النيه على ضغط مذاكرتك، واحتسب النيه على ضغط الضغط النفسي اللي انت بتكون معرض ليه. بس ربنا يا رب يعينكم جميعا ويوفقكم، وان شاء الله كده كل يفرح باحلامه وطموحاته اللي هو عاوز يحققها ان شاء الله. بس السلام عليكم.